وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. ناجح يرفع ايده يغني في عيننا وعينه، ناجح يرفع ايده يغني في عيننا وعينه، ويقول ونقول دايما ناجحين على طول، دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول، دايما دايما على طول، دايما على طول. السلام عليكم ورحمة الله. معاكم مستر محمود مختار، مدرس فيزيكس المرحلة الثانوية. النهارده معانا 3 من أوائل الثانوية عامة، وهم هيعرفونا بنفسهم دلوقتي الاسم والمدرسة والدرجة التوتال ودرجة الفيزيكس. ابدأ يا حسن. اسمي حسن حسام من مدرسة رويال هاوس، جبت 60 من 60 وجبت 95%. تمام ما شاء الله. أنا يوسف كمال من مدرسة رويال هاوس، جبت 54 من الفيزياء والتوتال كان 91. ماشي. حمادة. أنا أحمد عادل من مدرسة رويال هاوس، جبت 57 في الفيزياء وجبت 303 في التوتال. ما شاء الله. كام في المية؟ 94.6. تمام 10%. طيب أول سؤال كده مبدئيا عايزين نقول للطلبة ازاي كنت بتذاكر وبتنظم وقتك لو كنت منظم يعني. تمام ماشي. ويعني قول لي كده ايه لو مثلا وقعت في النص، حسيت بملل، حسيت باحباط، كنت بتعالج الموضوع ده ازاي؟ تبدأ كده يا أحمد عادل. طب انت حبايبي، انا بص الحلقه دي مش هلتزم بالقواعد. بس انتوا معايا اخواتي يعني. اقول يذاكر ازاي ولا اقول انا عملت اقول ايه؟ الاول انت عملت ايه وتنصحه يعمل ايه؟ يعني ممكن يكون مثلا حاجه انت عملتها مش كويسه عايزه يبقى احسن منك مثلا، او حاجه انت اتعلمتها، فاهم قصدي؟ تمام. قول يا سيدي. هو انا عديت على 3 مراحل في موضوع المذاكره ده. تمام. في اول السنه كنت الاول يعني انا عارف دي حاجه مش كويسه ما تعملهاش يعني، بس دي كنت بحل الواجب فجر الدرس. قبل الدرس على طول؟ فجر بصحى الفجر اخلصه وابدا اشوف الواجب. ماشي. كنت بسيبه لحد اخر وقت. حلو. بس جيت على في نص السنه لقيت الموضوع بدا يبقى اصعب شويه عشان الواجبات بتزيد وكده، فبدات اعمله قبل شويه بسيطه. دي حاجه صعبه شويه، ما اظنش ان هي تبقى حاجه كويسه حد يعملها. مظبوط. بعد كده لما جيت في المرحله الثانيه بدات اعمل ان انا اذاكر لحد الفجر وانام الفجر واصحى على الظهر كده. برضه مش حلو. برضه مش حلو. انا بقول انا عملت ايه؟ قول الحلو بقى. لحد ما دخلنا فتره الامتحانات الموضوع كان صعب شويه، ان انا يعني اعكس ان انا اقعد اذاكر للفجر، ان انا اصحى الفجر بقى ساعتها عشان الامتحانات. بس فده اللي انا عملته. ما كنتش حاطط جدول مثلا معين او حاجه معينه، ولا كنت ماشيها كده بالبركه؟ هو كان عندي كنت ماشي بموضوع التارجت، يعني في حاجه معينه لازم اعملها الاسبوع ده، الاسبوع ما يخلصش غير لما اخلصها. ماشي، بس مش باليوم بقى وبالساعه ومن كذا لكذا والحاجات دي. لا ده اساسا معظم الوقت ما بيشتغلش اساسا. هو بصراحه هي بتختلف من شخص للتاني. لسه الحلقه اللي فاتت يارا طارق كنت بتقول كنت بمشي كده عادي مش عامله جدول. جيت مثلا نور لا بعمل جدول منظم. كل واحد ليه طريقته على فكره، بس هو بصراحه فكره العشوائيه دي تنفع مع ناس اللي عندها ضمير. يعني لو واحد يقول لك مثلا ايه انا عامل زي يارا طارق اذاكر بعشوائيه، هو حمار اصلا، فاهم؟ بس هو عليه لا. بس لو فعلا في حاجه صح عايز تعملها، ان انت تبدا فعلا يومك مع الفجر. برافو عليك. صح، كنت بعمل كده والله العظيم ثانويه عامه. كان اليوم بيتضرب في 2، اذاكر من الفجر للظهر مثلا او لحد قبل الظهر انام شويه، من بعد الظهر او العصر بقى يبدا يوم تاني، تحس ان هم يومين فعلا. ده اللي انا كنت غالبا بعمله في ليالي الامتحانات. تمام. وانت يا يوسف؟ لا انا كان في حاجه غلط بعملها برضه زي احمد. كنت بحل في يوم الواجب في يوم الدرس، بس بعدين بقى صلحتها ومش عارف ايه. وفي غلطه بقى عملتها كبيره جدا، ان انا كنت لما بذاكر وكده بخش على الصعب على طول، فده طبعا كان بيبقى مسقط في 3/4 الستبس. فكنت بقى ببدا من الاول، حتى جيت في الاخر ده ما كنتش شفتوش غير في الاخر شهرين في الامتحانات. فده بقى مسكت بقى كتاب التفوق، كتب حضرتك ومش عارف ايه، بدات بالسهل حتى لو انا كنت عارفه كنت بعمل بستبس ومش عارف ايه، واسال ومش فاهم ولو اي حاجه، لحد بقى ايه جيت اخر اسبوع ليالي الامتحان بقيت بعرف احل الحمد لله، وكله كان تحت السيطره. وكنت بقى انا بصراحه احسن وقت المذاكره كان بيبقى من الفجر لحد الساعه 12 بقى، تاخد لك بريك بقى ساعتين ساعه تمام تنامهم، بس ايه بعيد عن الموبايل يعني يفضل. انا ما كنتش بعمل كده عشان نضحك على بعض يعني. انت نفسك حاجه. كنت بقى باخد البريك ساعتين ومش عارف ايه، انام وبتاع، اصحى بقى اذاكر تاني واتغدى، وكان يومي بيخلص الساعه 5 يعني. بعد 5 انا كنت خلاص كده. على فكره دي حاجه مش ايوه يعني شغل بالليل ده انا كنت مهما ذاكرت بالليل ما كانش بيخش دماغي يعني، كنت بنساه تاني يوم على طول. بس دلوقتي انا بالنسبه لي الفيزيكس كانت ماده مختلفه تماما عن باقي المواد، هي طريقه مذاكره مختلفه تماما عن الكيمستري، مختلفه تماما عن الماث، مختلفه تماما عن الانجليش والعربي تماما. انا برضه الاثنين،
المواعيد بتاع المذاكره كل حاجه؟ طبعا كل حاجه ليها طريقه مذاكره مختلفه. من اهم الحاجات اللي انا استفدت منها في طريقه مذاكرتي الكراسه، ان انا اكتب الحاجه بايدي واكتب في الحلقه الكراسه دي ايوه طبعا. من اهم الحاجه اللي استفدت بيها، وفعلا نتيجتها بانت في الفتره بتاعت ليالي الامتحان وفتره الامتحانات. ان انا دلوقتي كان معايا 3 ايام او 4 ايام ما بين الامتحانات، فكنت بقدر ان انا ارجع لكل التريكات اللي انا كتبتها من بدايه السنه لحد اخرها في عدد ورق لا يعد ولا يحصى. بجيب الكتاب كله اقول لا انت جايبه خلاص، بس بدل ما اقعد الف في ملازم قديمه، الف امتحانات، اقلب كل حاجه كنت بكتبها، كل حاجه. حتى حضرتك كنت بتشوفني في الحصه دايما بيبقى معايا كراسه، دايما بيبقى معايا كراسه سواء ماس او سواء اي ماده تانية. فمن اهم الحاجات برضو ان انت زي ما قال احمد تبدا يومك من الفجر، مفيش حاجه اسمها اللي هو بداها يعني اهم. بس الكلام ده انت تتابع بعض. ايوه عارف. لازم يا عم انت غريب ليه؟ طب انت اللي اشرب انت اللي اشرب. الكلمه حصل بس قول. فدلوقتي انت لازم تكون تكتب كل حاجه بايدك، مفيش حاجه اسمها ان انت تاخد من معلومه من حد. ممكن تاخد معلومه من حد لو هي ناقصه عندك، بس يفضل انك تكتبها بايدك عشان تكون عندك الذاكره مرجعه. ده انا كتبتها يوم كذا وفاكر خط ايدي. حد يقول لك بقى ايه سيبه يكتب ولا بحسابها بعمل بس صورت من حد وعمل مثلا. وانا مش مقتنع بحاجه اسمها انك تصور البورد، عشان كلنا بنصور البورد بنمسحها بقى، ما حدش بيبص عليها وبنمسحها في الاخر. فبرضك من اهم الحاجات ان انت تتعلم من الغلط، لازم تتعلم، حتى ما تاخدش الغلط بحاجه سلبيه، لا خدها بحاجه ان انت تتعلم بيها. ممكن تتضايق مع حقك من كل حاجه، بس الزعل مش هيديك في حته. امتحاناتي الشوام ما قفلتش ولا امتحان شامل، ولا امتحان شامل من ساعه ما بدانا لحد مش بصدق. لا ولا امتحان شامل، كل امتحان لازم يطلع دروب يقع مني، وسبحان الله ما تفهمش فين الحكمه. لا نصيب عشان اتعلمت فعلا اكتر قد ايه. صح تحبط بسهوله. بس ومن النصايح انا اقول له ما يعملهاش ان هو بلاش تعدد المصادر، بلاش تاخد من كل حته، لا اثبت على مصدر خلصه وهات اخره، بعد كده خش على المصدر اللي بعده. وما انصحش برضو ان حد ياخد مدرس يعني في ماده اكتر من مدرس، سواء فيزيكس او ماده ثانيه. عشان بس النقطه دي انت قلت والله نقطه ممتازه فعلا. في الحلقه اللي فاتت كانت جايين مثلا بتقول انها كانت ماشيه مع مستر مصطفى ماضي وما اعرفش ايه وتمام، كانت حاسه انها ضعيفه في العربي فاستعانت بمصدر خارجي في جزء معين وقت مكمله. يعني اللي عايز اقوله لازم تستقر مع مصدر معين، مثلا تاخد مع مدرس ماث مثلا كمل معاه طول السنه، حاسس ان انت في دروب حصل معاك ما تسيبش مدرس تروح مدرس تاني وبعدين تسيب ده وتروح لده، مش هينفع. كمل عادي وخد اللي ناقصك مش مشكله من مكان تاني، مثلا كورس معين في حته معينه وقع منك اتفرج على اليوتيوب، كمل بس خلي مصدر اساسي. فدي فعلا نقطه ممتازه، معاك حق. من برضو النصايح المهمه ان هو لازم يحل الواجب، سواء كان واجب حصه او واجب مراجعه او ايا كان الواجب، ان هو يحل في اقرب وقت، تكون المعلومه لسه بس يعني مش ايوه. والحاجات برضو المهمه فيديو حل الواجب، فيديو حل الواجب لازم تبص عليه كله، لازم فتره اللي هي الدراسه البدايه، لا في كله. انا كنت ببص على فيديوهات الواجب كلها ما عدا العربي كنت ببص على الغلطات بس عشان ما يبقاش، عشان برضك العربي ايه هو حاجه واضحه صح يا غلط. اما الفيزيكس او الماث او الماده العلميه لا، انت تبص على الفيديو عشان تعرف طريقه الحل، خصوصا لو درس ده مضايقك او انت شايفه رخم. في دروس كانت مضايقاني كنت ببص على الفيديو عشان اعرف طريقه الحل بتتحل ازاي. فده كده في المرحله الاولانيه اللي هو مرحله درس اول مره تبص على الفيديو كامل. مرحله المراجعه لا، انت من حقك عادي تبص على الغلطات بس عشان انت بيبقى الوقت مفيش خلاص طبعا ان انت تبص على الفيديو كامل والحاجات كلها. طيب سؤال بقى تاني بس بامانه، يعني مين اكتر مدرس، بلاش انا اكيد عشان ما بحسش في المقارنه يبقى احنا قاعدين ضد بعض، بس انت لو اخترتني في اللي انا هقوله هيبقى يعني فاهم نفاق، ولو ما اخترتنيش تبقى قله ذوق فعلى ايه بقى فاهم. انا اقول لك بامانه ان اكتر المدرسين اللي اثروا فيك او اتعلمت منهم او حاسس ان هم غيروا فيك حاجه، سمعت منهم كلمه فرقت معاك، يمكن اي حد، اكيد انا مش من الاختيارات سواء كنت انا او لا، فكل واحد يقول كده. نبدا بيوسف بقى المره دي. خلاص مش ان مفيش مدرس كامل، يعني مهما دورت مفيش مدرس كامل، هتلاقي عنده دروبايه كده، فدي مش عشان الدروبايه دي حصلت فاكيد كله بيغلط وكله مش عارف يفهمك نفس الحاجه وكله كده يعني. فانت تروح مثلا صاحبك، مش لازم مدرس يعني، صاحبك انت فاهم دي طب فهمني، وصاحبك هيوصلها لك اكتر عشان نفس الدماغ. ف يعني استمر مع المدرس بتاعك، يعني حتى لو في عيوب كتير بس استمر، بس عشان لو لخبطت الدنيا انت اللي هتعك، مش هتعرف تلاحق على ده مع ده مع ده كتير قوي، مش هتلاقي حد كامل فاهم بالظبط. انت قلت مين اكتر مدرس اثر فيك او كلامه كان بيشجعك مثلا او كده؟ حضرتك يعني كنت ببقى والله ببقى عايز الغي الدروس. لا يعني بجد كذا مره ببقى عايز الغي الدروس
في اليوم اللي حضرتك بتبقى فيه بيبقى ورايا درس بعد حضرتك تقول لي لا عامة يعني. فحضرتك سبحان الله يعني من عند ربنا، مش بقول له والله ان انا مش رايح درس ولا حاجه، يقول لازم تكمل ومش عارف ايه وشقى باباك وانت تعبت وفلوس باباك كتير ومش عارف ايه. فلوس باباك اتصرفت كتير فلوس باباك اتصرفت كتير لكن مش فلوس باباك كتير. ايوه كل ده ما يدعش طبعا. فبس يعني كان مستر محمود بصراحه، وهو المستر يعني بصراحه ما كنتش بعتبره مستر، دي بقى كلمه حق تتقال، يعني كنت بعتبره اب واخ وصاحب وكل حاجه وكل يشهد بده يعني. الله ربنا يكرمك. انت عارف غلاكوا عندي قد ايه، بس يعني تمام بس ماشي يعني بلاش والله. بص انا مقدر دعوه راسي والله اصل العاديه مين بقى؟ ولا مفيش حد انا ما فيش حد يعني، انا كنت بنزل حضرتك بس السنه اما الباقي كله كان اونلاين. حبيبي الله يكرمك عشان مع ابويا بقول لك مش هتردوا والصراحه حضرتك برضو كنت كل شويه تفكرني ان انا اشد في المذاكره وكده، وكل شويه تفكرني ان انا اخش هندسه او كده. فدي كانت الصراحه من الحاجات اللي بسهوله بصراحه ما شاء الله عليك. الحمد لله. والصراحه يعني كانت من الحاجات اللي كانت بتفرق معايا كل شويه حضرتك تقولها تفكرني بيها عشان ايه لو سرحت شويه في النص. مظبوط. وكانت برضو من الحاجات اللي كانت موجوده عند المدرسين التانيين اللي هي كنت بحسها صراحه حاجه حلوه، كان بيبدا الحصه بتاعته بدعاء بس. حلو جدا والله، فكره ممتازه. حلو. كنت بعلق يعني مثلا كان في مدرسين اتنين كل واحد فيهم بيقول دعاء معين. يعني المستر كان عندي مستر ياسر بتاع الكيمستري كان بيقول اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت جعل الصعب اذا شئت سهلا. حلو جدا. ده كنت حافظها بيه ما شاء الله. وكان مستر بتاع محمد صلاح كان برضو كان بيبدا في الفيديو بتاعه كان مش فاكر قال ايه بالظبط. لا مش دي لا مش دي ايه ده؟ انا مش فاكر والله كان، بس هو عامه ماشي دعاء. فانت دي قصدك دي حاجه كويسه اللي اثر فيك المدرسين اللي كان بيقول دعاء في الاول فده فرق معاك. والله نقطه ممتازه بصراحه، وانا ممكن بصراحه دي حاجه اتعلمها واعملها بعد كده. برافو والله. حلو. خلاص كده ولا تقول حاجه تاني؟ لا خلاص ماشي قول يا حسن. انا صراحه اكتر مدرس الصراحه كنت بحب اسمع نصايحه كتير جدا مستر محمد صلاح عربي. هو انا والله انا مستني مستر محمود، مستني مستر محمود. هم قالوا الاثنين مستر محمد صلاح مستر محمود خلاص بقى. زي ما متاثر هو كده ماشي. حلو زي ما في الاول قلت نبدا باحمد عادل. شفت بقى عجبتني. اتفضل يا بيه اتفضل. والله حاسسك كانت بترد. كفايه انت عملت فيه من اول السنه والله. طيب كده اكتر واحد اثر في حسن مستر محمد صلاح، اثر فيك ازاي بقى؟ بجد والله نصايحه كانت بتفرق معايا من العقليه. بصراحه والله العظيم بحب اتفرج على الكلام كمان بامانه. هو نصايحه كانت تحفه سواء دينيا سواء دراسيا، لا بتفرق مع الواحد بشكل غير طبيعي، بتخليه يقدر يكمل. ده كان حرفيا كان بيصبرني ان انا اكمل ما اقعش. ونصايحه كمان ان انت تعمل شغلك بنفسك مش بالغش. ده من اهم النصائح اللي كان مهتم بيها جدا في الفتره الاخيره، سواء كان بيدينا دين في الاخر او بيدينا العربي في الامتحان، كان منبه على الفكره دي ان انت ما تغشش. دي ودي اصلا منتشره جدا. طيب خليني اسالكم بقى مش اخر سؤال يعني، السؤال مهم. ايه اسهل ماده بالنسبه لك واصعب ماده؟ واصعب ماده دي اتغلبت على مذاكرتها ازاي؟ نبدا المره دي بحسن بقى. اصعب ماده واسهل ماده باختصار. انا اصعب ماده بالنسبه لي من اصعب ماده مش معناها جبت فيها درجه وحشه، ممكن تكون اصعب ماده في المذاكره كميه امتحانها جيم مش متوقع يعني عوامل كتير. انا كان بالنسبه لي كان اكبر تحدي في المواد دي كلها كانت الكيمستري، عشان بسبب ان هنا في للاسف التعليم هنا في الكيمستري المدرسين مش كويسين خالص. كل مدرس في عيوب. يعني انا كنت واخد مع مستر ياسر كان ممكن يبقى فيه عيوب مش عايز اقولها، بس يعني في برضك مميزات كويسه. مش شايف الحاله دي؟ مش هيشوف ان شاء الله يعني. بس فهو كان في عيوب تمام وكان في مميزات. هو في الاخر كان في ركاكه في المستوى شويه، بس يعني الحمد لله عدت على خير. بس يعني لو تقول حاجه عن مدرس يعني مش احسن حاجه بلاش اسامي. يعني طب ام بي بقى ولا لا لا خلاص قول 50 ياسر. ياسر مصطفى. ما هو عارفني مش فاهم ياسر عادي. ولا انت ما قلتش حاجه وحشه بتكلم عامه. ايوه بس وقدرت اتغلب عليها بقى ان بدات ان انا زي ما انا قلت اتغلب على نقط الضعف اللي عندي دي بان انا اشوف مصادر تانية صح، واشوف طرق مدرسين بيحلوها ازاي واثبت طريقه. واثبت طريقه. لازم اهم حاجه من الحاجات اللي انت شايفها صعبه ان انت تثبت طريقه، عشان لو انت قلت انا هحل بطريقه فلان وفلان هتقعد قدام السؤال طب انا هحل بدي ولا دي ولا دي، والوقت هيقعد يطير منك. اسهل ماده بقى؟ اسهل ماده كانت الانجليش.
لا اسهل ماده علميه علميه هو نفس الرد ابلايد داينامكس. داينامكس جد قوي ده. داينامكس انا كنت بستمتع بالداينامكس الصراحه. تمام يمكن عشان ميكس بين الماث والفيزيكس بتحب مادتين بس لا انا الداينامكس بالنسبه لي كانت ممتعه وبحبها جدا. ماشي. طب قول لي يا يوسف اسهل ولا اصعب ماده؟ هي اسهل واصعب، انا مش حددها بقى بالنسبه انا فاهمها ولا لا، انا اسهل يعني عرفت اتعامل معاها ولا لا. تمام. يعني انا الكيمستري انا كنت بادئ مع مدرس كان بيحفظنا، يعني احنا كان بناخد المنهج كان بيحفظنا، ما كانش بيفهمنا بقى دي جت منين ولا جت ازاي ولا ازاي. فدي كانت بالنسبه لي كانت بدايه وحشه جدا، يعني عدى حصتين ولا 3 حصص انا مش عارف احل حاجه، فده وحش قوي. بعدين بقى عرفت على دكتور حلو ومش عارف ايه وبدات اخد معاه، والحمد لله انا الكيمستري دي عاملاني عقده من اولى ثانوي، يعني انا مش لاقي مدرس فعلا حد بيشرحها حلو. الحمد لله ده فاهمها لي وكل حاجه، وبقيت حابب الماده حتى لو هي صعبه، انا حابب الماده. كان بيلم الافكار بقى وكان بيحللنا كتير، خلينا نحل كتير والجو ده. فبصراحه كانت اصعب ماده بس سهلت بسبب فهم المدرس، وهو عارف ان احنا بادئين من الصفر. بس اما اصعب ماده طبعا الابلايد ماث. مين المدرس اللي حبيت الماده؟ ناصر البطل، دكتور ناصر البطل. اما بقى اصعب ماده كانت الابلايد ماث، ما كانتش لا الصراحه تتقال لا الصراحه تتقال ما كانتش ليها ملكه. طيب الداينامكس برضه ايه ده عكسي. الداينامكس ما كانتش بتتلم، يعني تجي تلمها من هنا يعني يطلع تبص من هنا، تلمها من الناحيه الثانيه وتبص من هنا، ملهاش افكار. جبت نص درجه ونص. وحشه. ما ده حلو جدا. هو على فكره مش بتكلم عن النتيجه، بتكلم عن ما انا بقى كل ده صلحته في اخر شهر. يعني انا مسكت الكويستشن بانك حتى لو حل 50 سؤال من الصفر، فبقيت بعرف اجمع مع مستر اللي انا كنت باخد معاه وكده يعني. فالحمد لله يعني. والله انت عارف انا بحمد ربنا ان انا بعمل معاكم البودكاست. لو كنت رحت مع مدرس كنت هتمسخروا بكرامتي الارض والله. والله الحمد لله. المهم المستر ده بقى حتى كتر خيري، يعني استأذنته في كذا وقت بره الحصه ونزلت له مخصوص، قلت له انا ضعيف في الحته دي، انا مش عارف ايه، حل معايا. الحمد لله في اخر شهر بصراحه خلاني تمام، نص درجه ونص في الماس، دي حاجه حلوه جدا. بس وانت يا ابو حميد اسهل واصعب؟ هو بالنسبه لي اسهل عامه الماث. انا الصراحه كنت دايما بتلخبط بين البيور والافلاين. يعني ايه يا جماعه ده؟ ازاي دول اوائل؟ ده منظر اوائل. طيب وانتوا 3 لابسين ابيض ليه النهارده؟ عشان قلت لك في الابلاي ده. ماشي يا عم، بس اراكم غريبه قوي. لا الصراحه كنت بحس ان الاثنين داخلين في بعض قوي، يعني دايما في حاجه بستخدمها من هنا بتبقى هنا، فما كنتش بقول هي دي حقيقه، بس دي حاجه ما تلخبطش، دي حاجه تريح. لا انا مش متلخبط، قصدي يعني دايما لما تقول لي انت دخلت امتحان ايه او حليت ايه، ممكن ما اعرفش اجيبها. يعني دايما ايه ما كنتش بركز قوي في الحته دي. طيب اسهل ماده بالنسبه لك؟ ما دي اسهل ماده. دي اسهل ماده. هو كده كان بيقول اسهل ماده. هو انت انت مصعب على ده في الحصص العاديه بيسالني اسئله غريبه لو فاكر، بيصعب عليا حتى في البودكاست. حتى في البودكاست بيصعب علينا، الضحك بقى صعب قوي. ماشي يا احمد، انت كده قلت الاسهل ماده هي الماث. طب دي حاجه حلوه جدا، انا كنت فاكر بتقول ان هي اصعب، فانا بحاول ابرر ده، بس تمام. طب بالنسبه لك كده اصعب ماده؟ اصعب ماده هو المحتوى ما بين العربي والكيمياء. العربي بصراحه انا شايفه اتقل ماده بصراحه، ماده محتاجه مجهود جبار بامانه. طيب نخش على سؤال كمان كده لذيذ. بص اكيد كل حد فينا في شخص في حياته كده ليه دور يساعده غير المدرسين، يعني اخوك، اختك، باباك، مامتك، اي حد تساعده. فانت كده دلوقتي توجه رساله بجد، او تقول يعني دور كل حد فيهم كان معاك ازاي، ايا كان مين، حتى لو كان ابن عمك مش مهم. فانت قول كده اكتر 2 أو 3 في حياتك ساعدوك في الفتره الثانويه العامه دي، عدت عليك ازاي؟ نبدا بمين؟ حسن؟ يوسف؟ قول يا جو. طبعا اكتر ناس اثرت عليا ممكن تستغربوا شويه، بس هو اصحابي ووالدي. بس اصحابي كانوا يعني مثلا كنت كل ما اترخى عن حاجه او ازهق او مش عارف ايه، كانوا ممكن يطلعوا لي البيت عادي جدا وبيزعقوا لي وبيعملوا مشاكل معايا ان ده مستقبلي. يعني كان مثلا اجي اكسل عن درس، كانوا ممكن يتصلوا يقولوا لي هتصل بوالدك لو ايه اقول اسامي حسين وحسن وعبد الله وياسين، ناس كتير قوي يعني مهما. انا بصراحه بحب الصحاب دي جدا. ايوه يعني مهما عديت، طبعا انا مش ناسي حد، بس انا مش هضايق على البتاع عشان صحابي كلهم وحمزه هتعملوا مشاكل كده يا مستر. والله كله يعني كل اصحابي حرفيا، يعني اكتر حاجه طلعت بيها من الدراسه كانوا اصحابي دول، يعني بجد ربنا يديمهم نعمه في حياتي. كان
ماشي. لا مش دي كان والدي بقى، انا والدي صحيح كان بيبقى بعيد عني ومش عارف ايه عشان والدي بيسافر، فانا كان بيرن عليا يقول لي يا يوسف انا عارف انك بتذاكر وعارف انك عامل اللي عليك وانت شوف انت عايز ايه. يعني مهما هو كانت المسافه بعيده عنه كان هو بيحاول يقربها وما كانش بيحسسني بده. كان مثلا يقول لي شوف انت عايز ايه، ومهما كنت عايز ايه شوف مدرس واثنين وثلاثه براحتك يعني، وانا انا معاك في ده ومش مش هخالفك في رايك، انت كبير وعارف الصح. فكان بصراحه كان بيشجعني بطريقه رهيبه. وكان ايام الامتحان كان بيرن علي يقول لي ما تزعلش ومش عارف ايه، اللي حصل حصل وانا واثق فيك وثق في ربنا، انت عملت اللي عليك والحمد لله يعني. شرفته بامانه. ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بصراحه من اكتر الناس المبسوط بالنتيجه بتاعتها بصراحه، عشان انت زي ما انت قلت مش كنت بتلعب ومش عارف ايه، بس الميزه بقى ان انت اصحابك جابوا معاك نتيجه، باباك جاب يعني الشد بصراحه جاب معاك نتيجه. فنادرا ما تلاقي شخص تتكلم معاه وتساعده يجي معاه نتيجه. في ناس ما عندهاش دم كتير، بس يوسف ما كانش عنده دم بصراحه مش هننكر، بس اتلم بالكلام ودي نعمه. في ناس كتير بتقعد تتكلم معاها تحس انك ما بتعملش اي حاجه، فدي نعمه بصراحه. فعايش يعني. يلا يا ابو حميد. طب اكيد اول حاجه والدي ووالدتي كل واحد بيعمل بطريقته الخاصه، صح. يعني يكون مش لازم يكون بطريقه مباشره، بس دايما وجودهم لوحده بيكون بيفرق يعني. مظبوط. ولو هنقول حاجه برضو تانية جنب والدي ووالدتي، هيكون المحيط اللي حواليك، الناس اللي حواليك. لو حواليك ناس بتذاكر هتشدك وتخليك تذاكر. صح مظبوط. فدي من الحاجات اللي كانت بتخليك تشد، حتى لو انت قاعد لسه مخلص بس فتحت مثلا مين اللي الاصوات دي يا جماعه؟ بس يا حبيبي. هو يعني حتى لو انت لسه مخلص وفتحت لقيت ناس اصحابك قاعدين بيذاكروا وبيسالوا ويعملوا، بيشجعوك فعلا. ده يخليك تقوم وتدوس على نفسك زياده. طيب حسن. تمام. انا طبعا المركز الاول بالنسبه لي في الموضوع ده هو اهلي، سواء مامتي او بابايا، الاثنين هيقولوا لي جو مذاكره ممتاز، متاح ليا كل حاجه. بابايا قال لي لو هتاخد في الماده 10 مدرسين ما عنديش مشكله. نكمل بقى، سيبنا من الطلعه دي. لا ولا بتسيبها لي لا. طب خلاص مش هتكلم. اتفضل. انا والله بحب بابا جدا جدا اقسم بالله، واعتبره حته سكره والله. بابا ده حته سكره يعني. عمو بابا حسن ام حسام في قلبي بجد حقيقي. انا والله بجد من الشخصيات اللذيذه وخفيف كده وجميل، تحسه كده صاحبك كده من زمان والله بجد. مش شخص في ناس تشوفها كده تحس ان هو بجد. فبامانه من الناس المحترمه جدا 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 من قلبي يا عم حسام. انا بحبك والله. لا ما ايه خلاص بقى. خلاص يا عم اتفضل يا حسن. وطبعا بابايا ما اقدرش انكر دوره طبعا في كل حاجه عملها لي ومتاحه. ده حقيقي ولا لسه مزعلك؟ لا والله مامتي ما سابتنيش لحظه. كمل على بابا لسه. ما هو انت مالك معانا كده ما اتكلمش في ولا واحد فيكم. مسكني انا بص عادي بيحبك. طب بذمتك قبل ما ابوك عامل فيك ايه؟ خلاص كمل. انا مالي والله انا هسيب لك المايك مش هقطع كلام بجد. انا نسيت كنت اقول ايه. ماما كمل. تمام خش على بعض ولا اتكلم. لا بجد والله اتكلم بقى بجد من غير هزار. تمام. ماشي. الناس اللي حواليك عملت. حاضر. بابايا والله عمل عليه وزياده جدا، وفر لي كل حاجه متاحه، جو مذاكره ممتاز. قال لي الماده عايز تاخد فيها مع 10 مدرسين انا ما عنديش مشكله. ومامتي برضو ما سابتنيش لحظه في اي امتحانات، سواء امتحانات مدرسين او امتحانات اخر السنه. دعواتها دي اصلا ده سبب نجاحي، دعواتها هي وبابا ده سبب اساسي في نجاحي. من غير مذاكره من غير اي حاجه، دعواتهم دي هي دي الصراحه السبب النجاح ده كله. طبعا بعد اهلي طبعا صحابي كلهم، او الاسامي بقى عشان ما يتضايقوش. يوسف كمال، حسين، حمزه، ياسين عماد، عمر وليد. انا زيه انا زيه والله. غصب عنك هتنسى حد. مازن، احمد عادل. مازن واحمد عادل، عمار. تحاولش والله صراحه الدفعه دي الدفعات الجميله بس والله بيشجعوا بعض. بس وكل دول من صحابي بجد كان ليهم دور، سواء من غير مش لازم اقول هم عملوا ايه، بس هو عمل دور مش لازم اقوله. قدروا ان هم يخلوني اكمل، وان انا اشد على نفسي، وان انا احسن من نفسي. طبعا للشخص يعني عادي ان هو يقارن نفسه عشان منافسه،
في فرق ما بين انك تقارن نفسك عشان شخص انت شايف نفسنا وبتاع ده، لا انت بقارن نفسي عشان احسن ويبقى في منافسه، ده الحاجه الصح. وبرضك في 2 بره الدفعه خالص، هم دفعه السنه اللي فاتت، ال2 دول انا استشرتهم في كل حاجه غالبا، سواء مدرسين سواء طريقه مذاكره سواء اي حاجه، دول برضو ليهم. انا هقول احمد معتز ومهدي، الاثنين دول وقفوا بجد والله من الشخصيات الجميله جدا، وقفوا معايا في مواقف كتيره جدا سواء نفسيه سواء في اراء اعمل ايه واسوي ايه. دول بجد بجد لو هيشوفوا الفيديو ده فبجد شكرا لكم على اللي عملتوه معايا. حلو جدا. طيب حاجه كمان بقى عايز بس اقولها، ان احنا في الحصص بتاعتنا يعني ما شاء الله جايبين درجات حلوه كلكم فوق ال90 ومش عارف ايه، ودرجات حلوه كلكم فيزيكس فوق ال50، بس برضو في الحصص بتاعتنا كان كلها فيها هزار وضحك عادي جدا. كنا بنعمل هلس وكل حاجه، لدرجه ان كان في ناس لدرجه ان كان في ناس اصلا بتشتكي ان الحصه فيها ضحك وهزار. انا عايز اقول لك ان ده والله مش مصطنع خالص، ده طبيعي. الحصه مثلا تلاقي لو حصه 3 ساعات، ساعتين ونص شغل جد وبتاع، نص ساعه هزار طول بالظبط عادي جدا. بس الفكره فين بقى؟ لما بجد لما نيجي خلاص نخلص هزار ومش عارف ايه وبتاع وعايزين نكمل بقى حته جد تلاقي اكتر واحد بيهزر واكتر واحد بيسكتكم. فعايز اقول ان كان في حته بينا كده والله بس حبيبي والله في حته بينا كده حلوه جدا، وهي ان احنا بنضحك مع بعض ونهزر مع بعض، وقت الجد كلنا جد مع بعض، مش واحد مثلا يبقى لوحده كده في اي حته. فانا عاجبني بصراحه في الدفعه دي بالذات ان احنا كنا بنعمل كل حاجه، هزار هزرنا، اكل وشرب اكلنا مع بعض. ما علينا والله اسكت ما علينا هاكلك بافلو بعدين بس اهدى شويه. والله بجد، اكل وشرب وهزار، وعيد ميلاد وعملنا ديش بارتي وفطار في رمضان وكل حاجه. عيد الكبير حتى جبنا لحمه وكلنا مع بعض، تقريبا مفيش يوم ما عشناش مع بعض، مفيش مناسبه ما عشناش مع بعض، وبقالنا سنين كمان. فبصراحه الدفعه دي بالذات عندي حاجه ثانيه خالص. وانتم شايفين حتى القعده ما فيهاش تنشنه، يعني مش حاسس ان احنا قدام الكاميرا بقى وما اعرفش، لا بالعكس حاسس ان احنا ايه، قاعده كده لذيذه. طيب اخر حاجه في الحوار الجد ده، وبعد كده نخش على الهلس، مع ان اصلا احنا في الجد بنهلس بس قول. مش كل المدرسين يقدروا يعملوا الحاجه دي، ان انت يبقى عندك كيمياء ما بينك وما بين الطالب، يحسسوا ان انت في حصه فيها ميكس ما بين الهزار والجد. مش اي حد يقدر يعمل الحركه دي. انتوا من الناس اللي شجعتني ده بصراحه. ليه؟ يعني مثلا لما هزر مع حد منكم، في نوعين من الطلبه، حد تهزر معاه براحتك تعتبره اخوك وصاحبك تلاقيه محترم جدا وعارف حدوده، حد تهزر معاه وما اعرفش ايه تلاقيه بيتعدى حدوده. فانا شايف ان الدفعه دي كلها ناس محترمه، فمهما هزرت عملتكم اخواتي بصراحه. يعني مثلا هقول مثال على احمد بصراحه، عشان احمد كان اجدع واحد معايا. يعني مثلا لما اكون مشغول في حاجه ومزنوق وما اعرفش ايه وحواليا دوشه وما اعرفش ايه ومفيش حد معايا، واحمد مثلا لسه خلص درس او حاجه، معلش يا احمد ممكن تعمل كذا، يقول لي حاضر يا مستر بجد وتمام من غير اي حاجه. مع ان وقت الهزار يقعد يهزر معانا، وقت الجد بحتاجه الاقيه. كلكم على فكره نفس الكلام. انا بدي مثال عامه يعني. فهي الفكره ان انتوا من الناس اللي انت لما تهزر معاهم وتعملهم اخواتك بيبقوا قد الثقه دي بصراحه. وفسحنا قبل كده مركب وما اعرفش ايه وبتاع، كان فول طعميه برضه بس ما علينا يعني. ماشي. طيب السؤال المهم بقى، كل واحد فيكم فكر. قول يا حبيبي. علاقتك بربنا، علاقتك بربنا، علاقتك بربنا، علاقتك بربنا واهلك، واعمل الحاجات اللي بتحبها. ثانويه مش عذر انك ما تصليش، ما تصومش، ما تقراش قران. يعني انا طبعا مش ملتزم في قراءه القران دي. يعني جت اخر فتره يعني كنت بقرا سوره ياسين، كنت بقرا كذا سوره كده، كنت دايما برددها كل يوم عشان ده كان يعني كنت واخده حافز ليا. كنت بقى بصلي وبدعي كتير، وساعات كنت بصلي قيام ليل حتى لو ركعتين بنية مثلا ان انا يعني اجيب درجة حلوة. وايه تاني؟ والدعاء كنت بدعي كتير، وكنت بخلي ناس تدعي لي، وكنت بدعي لاصحابي وكل حاجة. علاقتك بربنا واسرتك مثلا انت مش متضايق من مادة تقوم متعصب عليهم، فاهم يعني؟ خلي دي حاجة ودي حاجة خالص ودي تالت حاجة خالص. يعني حاول تفصل وتوازن من كل حاجة، فاهم يعني؟ ده ما يأثر ثانوية عامة ما يأثركش مع صحابك ولا أهلك ولا أي حاجة. بس طيب من أحسن اختبار أو يعني أصعب اختبار ممكن يقابلك في علاقتك بربنا إنك تكون جايب درجة وحشة وأنت بتصلي وملتزم وكل حاجة وبتذاكر. فده اختبار برضو بيحصل عادي جدا، مش كل الناس اللي بتذاكر بتجيب درجة حلوة. بالظبط كده. هقول لك مثال يبين لك حتة قوة الإيمان دي قوي. الناس مثلا اللي في فلسطين عمالين يموتوا كل يوم من الجوع ومن الحرب وما اعرفش ايه، وتيجي تقول لنفسك طب ما ربنا شايفهم، طب ليه مثلا ما يموتش اليهود كلهم يبقى كده الموضوع منتهي؟ ده اختبار بالظبط، اختبار لقوه الايمان. ما هو الموضوع لو سهل قوي كده، وبعدين ربنا اخترع حاجه اسمها موت. الموت ده هو الحاجه اللي مصبرانا على فكره. هتقول لنفسك ما هيموتوا قدام ربنا، تخيل ما فيش موت وفضلوا كده على طول، ده تبقى قمه الذل والاهانه. حتى الموت ده تحس ان هو اصعب حاجه، بس احيانا بيبقى رحمه لناس كتير، وبعدين ده الوقت اللي احنا نتحاسب فيه بقى، خلاص يلا نروح كلنا.
فعلا قوه الايمان دي من الحاجات المهمه. لما يجي لك اختبار صعب هتقول لنفسك بقى انه اكيد ربنا حطني في الاختبار ده فلازم اعدي منه. مش كل حاجه ليه يا رب انا عملت كذا وانت ما عملتليش. هو مش واحد بيتعامل معاك هتديله تاخد، ده ربنا، ده اللي فوق كل شيء. ففي اختبارات بتحصل كتير. الناس بتوع غزه ممكن يكونوا بيصلوا وبيصوموا ويعملوا كل حاجه احسن منك انت، وفي الاخر برضه مبتلين. فاللي عايز اقوله يعني ان لو حصل حاجه زي كده مش معنى ان يوسف مثلا ربنا كرمه وصلى وصام وعمل فربنا كرمه، مش مثلا ممكن تعمل زيه وما تجيبش نفس النتيجه. تمام؟ ما تقيسش ايمانك بالنتيجه، قيسه باللي جواك، بالثقه في ربنا. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه بقى نخش على السؤال كمان. كنت عايز اضيف حاجه بس. قول اتفضل. هو في لازم تاخد بالك ان في كنوز معينه بتعدي عليك في فتره ثانويه عامه زي رمضان، وجوه رمضان ما تدورش على ليله القدر تلاقي الناس تقول لك يوم 27 يوم 25. خد الباكج 10 ايام ورا بعض. صح مظبوط جدا، برافو. خدها 10 ايام ورا بعض. وده اختبار تاني ان انت في وسط المذاكره تقول نفسك انا هذاكر، لا انت كده الدنيا عندك فيها مشكله. صح. وفي يوم عرفه ده يوم مهم جدا اساسا وبيقبل فيه دعوات كتير جدا، فممكن حالك تتشقلب من حاجه لحاجه ثانيه بسبب دعاء واحد في يوم عرفه. صح معاك حاجه جدا. وحاجه زياده على اللي هيقوله، لو انت دعيت لحاجه اللي انت نفسك فيها طول السنه وما جاتش اكيد هيجيلك حاجه احسن منها. صح. وده اللي حصل لي، ان انا كنت طول السنه بدعي ان انا اطلع من اوائل الجمهوريه وخصوصا الاول عشان ما بقاش كداب. هي ما جاتش بس جات لي وراها حاجات احسن كتير. جات لي وراها ان انا قفلت فيزيكس، جات لي وراها ان دلوقتي بصور بودكاست، حاجه ممكن تكون شبيهه ليها بس اهو عوض ليها. فانت ما بتعتمدش ولسه كتير يعني. لسه ممكن لو تخش كليه نفسها يمكن ربنا مثلا اخذ عنك العين في وقت زي ده، كان ممكن تتعب تخش كليه مثلا تتعب فيها جوه، مش عارف ممكن يحصل اي حاجه، ما تعرفش قدر ربنا فعلا هو المظبوط. معاك حق. فهو الدعوه اللي انت دعيتها دي مش شرط بقى تيجي بعد ما تقول يا رب انا دعيت طول السنه وما جاتش. طب خلاص شوف الجوانب كويس. يعني غيرك دلوقتي ممكن لو انت يعني ان شاء الله دخلت هندسه، غيرك دلوقتي بيقول يا رب اخش هندسه، انت خلاص انت ضامن قاعد في هندسه، خلاص جالك حاجه احسن. انت لازم تبقى واثق ان ربنا ارحم بيك من اي حد. انت عارف شفت قبل كده حد من الصالحين كنت سمعت عنه حاجه بس مش قادر افتكر بصراحه هو مين، كان بيقول لو اتخيرت ان ابويا وامي اللي يكون في ايديهم حسابي او ربنا اختار ربنا سبحانه وتعالى. يعني لازم تتاكد ان ربنا ارحم بيك من اي حد. يعني انت متخيل دلوقتي ان امك وابوك دول ارحم ناس في الدنيا بيك، ما اعرفش ايه، يا رب هم اللي يحاسبوني. ابوك ممكن يحاسبك يتعصب عليك جدا في اي موقف زي ما حصل من شويه. ما علينا بس بتكلم بجد والله. يعني لازم تتاكد ان ربنا ارحم بيك من اي حد، ارحم بيك من ابوك ومن امك، حتى لو كنت طفل رضيع مش حد حتى كبير وبيغلط. اكيد انتوا عارفين الكلام ده كويس. طيب السؤال بقى الاخير كده في الحته دي، عايز اعرف كل واحد فيكم فكر في مستقبله ازاي. عايز تقول حاجه؟ قول. مش معنى انك جبت كليه مش تمام يعني قوي فالناجح ناجح في الطريق اللي هو دخله. يعني الشاطر بيبقى شاطر بتميزه وتفوقه وان هو يبقى مختلف عن الباقي. يعني في مهندسين كتير مين اللي خدوه كده، المميزين واللي عاملين حاجات مثلا مختلفه عن غيرهم وكده. يعني اللي انا عايز اقوله ايه، الطريق اللي تخشه انجح فيه مهما كان ايه، حتى لو زراعه تجاره اي حاجه ممكن تبقى بعدين احسن من المهندس ده بمراحل بتفوقك وذكائك وتفوقك على اصحابك والجو ده بس. وكمان دلوقتي مش اهم حاجه المجموع، كل الشركات دلوقتي بتدور على الكورسات اللي بتاخدها والخبره عامه. خبره بالظبط. وانت اصلا لسه مرحله الجامعه ما حدش يبص على المجموع في ثانويه عامه. هو ياما الناس طلعوا ناجحين ومش لازم يكونوا مهندسين ودكاتره، مش بدايه النجاح تبقى كده. بس عامه برضه ما ننكرش ان ده جزء مهم في النجاح. دي بدايه، فيا اما تكمل بيها يا اما تقع بعديها، فانت حر. طيب عايز اعرف بقى كل واحد فيكم فكر في مستقبله ازاي ومقرر كليه ايه او محتار ما بين ايه وايه على الاقل يعني. فقول لي كده الحوار ده سريع وبعدين نبدا فقره الاسئله بقى. قول لي يا حسن. تمام. دلوقتي انا فكرت في المجموع اللي انا جبته ان انا لو هخش حكومه ولا خاص. ده لحد دلوقتي انا ما قررتش اخر قرار يعني. بس هو دلوقتي الحيره ما بين عين شمس ولا جي يو سي اللي هي الالمانيه. انت اصلا رميت القاهره في الزباله؟ لا بالنسبه لي عين شمس اقوى. هي اقوى كمنهج تدريس اقوى، بس كشهاده معتمده القاهره اقوى. كشهاده القاهره اقوى، كتعليم ومنهج اشد شويه عين شمس. بس اعتقد في السي في بتاعك لو جيت تقدم في اي شغل، اعتقد يعني مش متاكد ان القاهره يعني لحد ما اقوى شويه، لان معظم الناس هيجي في بالهم رحمكم الله، معظم الناس هيجي في بالهم انه انت دخلت عين شمس عشان مجموعك اقل. بس عامه ماشي كمل براحتك يعني، تمام انت حر. هو اللي خلاني اقول ليه عين شمس عشان في حد من قرايبنا هو دكتور هناك. هو قال لي لو جات لك عين شمس خدها. فده اللي هو قال لي كده ان عين شمس بالنسبه للمهندسين، قالوا اي دكتور اي مهندس يبقى خريج عين شمس بيتاخد اكتر من اي حاجه تانية في الحكومه. ماشي تمام. ده هو كلامه اللي قال كده. فدلوقتي السبب الحيره ان انا مش عارف ايه اللي ممكن يبقى احسن بالنسبه لي
او بالنسبه يعني للشغل قدام. قرر القسم ولا لسه؟ ميكاترونكس. يبقى كده عين شمس وش مش موجود في القاهره. ده لو حكومه. ماشي. مش موجود في القاهره ميكاترونكس؟ لا طبعا. مره اعرفها. ماشي. فالقسم اللي انا ان شاء الله عايزه هو الميكاترونكس، اللي هو بيبقى ميكس ما بين داينامكس وفيها روبوتكس والحاجات دي. حلو جدا. ماشي. فالحته دي بقى مش عارف لسه لحد دلوقتي ما قررتش سواء عين شمس ولا جي يو سي. تمام. وانت يا ماشي. احنا من ساعة ما بنخلص نخلص الامتحانات بيبقى معانا تقريبا 15 يوم لحد النتيجة ما تبان. فال 15 يوم دول بقى انت بقى المفروض ايه تقعد بقى يعني طب انا حابب ايه، طب انا مش حابب ايه، طب انا لو دخلت هعمل الحاجات دي وانا حاببها، هعمل حاجات وانا كارهها، طب هتبقى ضغط عليا. ال 15 يوم دول ممكن كمان تاخد فيها كورس اي حاجه هتميزك عن غيرك، وربنا اكيد مش هيضيع لك اللي انت هتعمله ايه في 15 يوم دول مهما كان ايه حاجه، حتى لو حاجه بسيطه. اما بقى بالنسبه للجامعات يعني انا كنت بفكر برضه زي حسن يا جي يو سي يا قاهره، بس لسه بقى بستكشف في الحوار ومش عارف ايه، الحوار كبير قوي فمحتاج لسه مش قرار نهائي بس فخير يعني. وانت يا حماد؟ انا برضه يعتبر نفس الكلام، من اول السنه اساسا مش حاسس ان انا عايز اخش حاجه معينه. لسه برضه بتفكر لحد دلوقتي؟ يعني لحد دلوقتي مفيش حاجه معينه في بالي. بص ربنا يكتب لكم الخير يعني ان شاء الله. ربنا يجيبه خير. طيب خليني نبدا فقره اسئله. بص عندنا فقرتين، واحده منهم اسئله انتوا 3 اصحاب فاسئله عن الصحاب نسالكم عن بعض يعني، والفقره الثانيه اسئله كده فيها ايه تشغيل دماغ يعني شويه ربنا يستر يعني اي كيو. طيب بص اول حاجه طبعا ده السورس بتاعي مسجل الاسئله كلها. نبدا مثلا هسال حسن عنكم انتوا الاثنين. ماشي. طيب جاهز يا حسن؟ هتقول لي تاريخ ميلاد يوسف واحمد. مش عارف؟ 2007 ده لا انا بتكلم على الشهر كمان مش هقول لك اليوم. الشهر 2008. لا 2008 اصلا اول نقطه طارت. ماشي. هتسال نفس الاسئله بس هي طبعا ممكن تتغير لو حسن جاوب عشان كنا نعرف التاريخ الميلاد بتاعك. محدش يسال مسامح مش عارف ده اوضه ثانيه. طيب نشوف مثلا السؤال كمان نحاول اسهل لك شويه عشان شكلك يا حسن ايه ما بتحبش صحابك قوي يعني. طيب كل واحد فيهم بيشجع انهي فريق؟ ولا مالوش في الكوره اقول؟ لا مالوش في الكوره. ماشي صح كده؟ مالوش في الكوره ده بيشجع مالوش في الكوره برضه؟ ماشي هنعتبرها نقطه وكل واحد له اسئله 3 اسئله. انت كده نقطه تمام ونقطه لا. طيب ممكن تقول مثلا نوع موبايل كل واحد فيهم. نوع موبايل؟ لازم النوع الشركه بس مش هقول لك مثلا سامسونج كذا لا ماشي ده ايفون. ايوه يوسف ماشي سامسونج ان شاء الله. صح؟ الحمد لله. ماشي كده 2 الحمد لله. يوسف ايوه اختبار الصحاب كده انت 2 من 3. الحمد لله الحمد لله ناجح. تاريخ ميلادهم هم اللي ما اعرفش. خلاص بلاش انا الغي السؤال ده. تاريخ اهالينا بالعافيه والله بحق خلاص والله ناس بتاعنا شخصيه. اساله سؤال بقى بدل ايوه انا موافق. ماشي يا حسن. لو افترضنا ان يوسف قدامه شاي وقهوه تفتكر هيشرب مين فيهم؟ يعني بيحب مين اكتر؟ صح؟ وانت احمد نفسك انت قول على حسب الوقت يا عم استنى سيبه يجاوب يا عم. يا عم شاي. لو قدامك دلوقتي شاي وقهوه نشرب شاي يعني. كده 3. طب يلا يوسف خلاص هغير السؤال الاول واحد ده. هتقول لي اسم اهاليهم بالكامل يعني مثلا قول اسم حسن ثلاثي او رباعي. حسن حسام الدين. حسن الدين دي مش حسن حسام الدين حسن. صح. الله حلو. ده احمد عادل. لا ما اعرفش احمد عادل بس. لا حاول تفكر. لا احمد عادل مش هتيجي. اقول لك اول حرف قول عين صح؟ لا هو اخر ده داخل اسمه اصلا. اسمه مركب اسمه الدين. اسمه ده اخر حاجه قبلها في حاجه. احمد عادل قول واخد احمد اسمه احمد بس اسم سهل قوي. مش هنحسب النقطه دي بصراحه. طيب سؤال كمان. نوع موبايل حسن شاومي. صح. هوبا حلوه. هنعتبر ده تعويض اللي فات. ماشي براحتك. طيب قول لي اسامي اخوات كل واحد فيهم. كادي. ماشي. كادي بس ده في تاني رودينا وكريم. كريم ما شاء الله. كادي ومين؟ في اعتقد بنت صغيره صح؟ لا ماشي هنعديها. ماشي. طيب تفتكر حسن لما يتعصب جدا بيسكت ولا بيزعق؟ بيضرب. طب احمد ايه؟ لا بيسكت. صح؟
سؤال محترم بس. والله، ده قمه الاخلاق، ده انضف واحد فينا الاربعه ده حصل. صدقني. كده تقريبا 3 نقط صح؟ اه عدد ماشي. الاسئله اكبر كده ولا إيه؟ ايه؟ عدد الاسئله اكبر. بس عشان فوت في كذا حاجه كده. بتاع اختك الصغيره تقريبا. احمد بقى يعني كده 3 ماشي تمام. ماشي الحمد لله. هو كده اللي هيبين اكتر اسئله الذكاء مش دي. لا. بس تمام. اخسر. طب بص يا احمد، برضو قول لي اسامي اخوات يوسف، او تعرف عنده كم اخ على الاقل؟ عنده عارف؟ اخت. تعرف عنده اخت؟ عنده عشان هي اخت صاحبه اختك. بس لا عنده اخ صغير يعني. اخ صغير بس كده؟ لا في لا ما اعرفش تاني. سؤال صعب ماشي نغيره يا سيدي. او استنى صحيح، انت عارف هم مسجلين كده تليفونهم اسمك عادي ولا حاطين حاجه ثانيه؟ انت راجل محترم محدش هيهزقك. حسن كاتب لي ابو حميد. ابو حميد صح؟ صح. ماشي. بس مش عارف اسجله ولا لا. مسجل اكيد. احمد عادل العادي؟ اه ماشي كده بقى. ماشي. تفتكر حسن بيشجع انهي فريق كوره؟ بس هو مش بيشجع. مش بيشجع اصلا، محبط. كلنا من غير كره، كلنا ما بنقولش في الكوره. طيب هقول لك على حاجه، حسن هيقول 3 الوان لون منهم مفضل بالنسبه له، انت اختار ماشي. قول لي حسن 3 الوان يكون واحد منهم مفضل بالنسبه له. احمر ازرق اخضر. ازرق. لا احمر. ماشي كده السؤال عند يوسف. اسود جراي ابيض اسمه جريان. ابيض. قط. والله حيشي بعد. بس انا اقول حاجه بامانه، هو انتوا الاثنين تقريبا صحاب اكتر شويه عن احمد صح؟ احمد ليه صحاب، احمد مثلا ممكن يكون قريب منه عمر حسن. عمر حسن. عشان كده عمر حسن كان عايز يظهر مع احمد صح؟ يلا فاتتني. تجيب عبد الله. شوف 3 اسئله بتقيس فعلا لو كان جاب بدل عبد الله، لو كنت بدلت احمد عبد الله كان زي حسين عبد الله جاي مع زين مع زين ما كانتش هتنزل بجد؟ عشان ده. ماشي انا كده احمد بقى يحط عليكم في اسئله الذكاء. يلا بينا كده في اسئله الصحوبيه. واضح شوف انا عرفت من غير ما انتوا تقولوا انتوا الاثنين صحاب اكتر شويه. انا عارف ان كلكم بتحبوا بعض وبتحبوا بعض، دي قصه ثانيه. انا بتكلم عشان قرب وانا والله بحبه جدا جدا. انا بحبه اكتر من نفسي يا ابني. انا بتكلم بس على قرب المسافات اللي بيتكلموا اكتر كده. فوالله عايش عامل اختبارات بتوضح. طيب خلي بالك معظم الاسئله اللي انا هسالها فيها لعب في الالفاظ، فحاول تركز اكتر. يعني مش مثلا تبقى الاجابه ما تفكرش منطقي قوي فاهم. يعني مثلا اول سؤال، لا انا هقول سؤال يجاوب اسرع. هم 10 اسئله نشوف مين واحد اكتر واحد يجمع نقط. احمد بالراحه. احمد هيجاوب اجابه انا ما اعرفهاش. اصبر بس. بص يا سيدي، لو في اوضه مقفوله فيها شمعه وبوتاجاز والفانوس، مش الفانوس اللي هو بتاع بيمسكوا بيه ده في زمان بينور ده مش عارف اسمه ايه، والفانوس ده ومعاك عود كبريت، هتولع مين فيهم الاول؟ قلنا بوتاجاز والشمعه والفانوس. الشمعة. لا في هدف معين ان لا بص ده صعبت السؤال علينا بس هي في حاجه منطقيه لازم اعملها. كبريت. برافو عليك صح كده. اول واحد ولا كبريت. ماشي. شفت بقى طلع احسن منكم لحد دلوقتي. ماشي كده 1-0. لسه كتير، لسه 10 اسئله. بس ما حطيتوش في الاختيارات اساسا. ليه؟ لا انا قلت معاك عود كبريت في الاخر، قلت على فكره ما انت اخترته ازاي؟ طيب سؤال برضو لذيذ تاني. لو انت بس ده سهل. قول خلينا نجمع نقط. لو انت في سباق وعديت المركز الثاني يبقى انت المركز الاول. الثاني. لا لا انا واضح ان انت بص غبي قوي. لا انت غبي. قول السؤال. لا ده ليفل تاني خالص، ده ليفل بعيد قوي. انت عارف في مجموعه البنات كلهم جاوبوا مع بعض يا ابني، في اول وثاني وانت الثالث صح؟ لو انت عديت الثاني هتبقى انت فين؟ مكانه اللي هو الثاني، مش تبقى الاول. صح. يا جماعه ده جاب 91%. انت كده معاكم امل والله. على فكره عايز اقول لك الاسئله دي ما بتقيسش مستوى ذكاء على قد ما بتقيس مستوى تركيز في الكلام. ايوه بتعرف. وضح كده عشان ما تهزقش. في 10 موزات قشرنا 5 منهم والباقي من غير قشر، يبقى كده كام واحده مقشره؟ 10. الواد ده خلاص مش نسمع اصلا. احنا قلنا نجيب عبد الله. عبد الله غبي زينا. والله انا لحقت اسمع السؤال. هو فهمت السؤال خلاص؟ انا ما سمعتش. قشرت 5 وفي 5 من غير قشر، يعني كله متقشر. ايه ده؟ ده في طب يا عم سؤال ماس يلا. ناس مش قوي يعني برضه. مش قوي كده 3-0 صح؟ الواد خد حقه في موضوع الصداقه. بتصحاب طب ماشي اصحاب في الغباء برضه. عندنا 3 ادوار، كل دور فيه 3 قطط. حلو. وكل قطه خلفت 3. يبقى كده في كام قطه في 27. لا فكر شويه.
كل دول في 3 قطط وكل واحده خلفت 3. القطط كلها كام بقى بالام بالعلم؟ 27 باي 3. 9 في 3 احسبها انت سيبه بقى. والله ولا إيه؟ 9 في 3 عبيط قوي. 9 في 3 هقول لك استنى. لا 81 3 في لا. احمد هيجيب 9 9 و3 12 في 3 صح 36 برافو. ليه بقى؟ يعني انت حسبت على فكره صح بس ما حسبتش الام نفسها. صح. فاهم؟ انت جمعت القطط الامهات كمان 9. يا ابني ما تساعدني يا ابني، انت بتعمل كده ليه؟ حاجه على كده على اسمه 5 موصف ولا سعيد سعيد بايه؟ طب ماشي سؤال كمان. لو قدامك 3 ابواب، عارفين السؤال ده سمعته قبل كده؟ قدامك 3 ابواب، واحد فيهم وراه نار والتاني وراه قاتل محترف ماسك كده سلاح ومستنيك، والتالت وراه اسد ما كلش مثلا من شهرين وبص يعني خلاص. اسد ما كانش عشان هيكون مات. ايوه يا يوسف يا جامد. انت بتذاكر من ورايا؟ ايوه بذاكر اسود من وراك اهي. طب كده 4-1-0 خليك انت جامد. طيب طب سؤال كده لذيذ برضه، عدد حروف كلمة الكتريستي؟ 10 9 11 صح. انا عايز يا جوه جامد. مرة بيضرب مش مرة 4-2-0 حلو. طيب نسأل سؤال ديني. بص يا حسن هحسب لك نقطتين لو جاوبت السؤال ده، هو مش اختيارات. قول لي الخمسة ايه؟ حسب اللي جاوب ولا احنا؟ هو بس ماشي. الخمسة قول العزم من الرسل. خمسة الحمد لله. سيدنا محمد، ماشي. سيدنا نوح، تمام. سيدنا يونس، تمام. لا لا معلش، محمد ونوح. محمد ونوح. اللي اترمى في النار مين؟ سيدنا ابراهيم. تمام. اليهودية والمسيحية؟ سيدنا موسى. وعيسى. وعيسى. يا عم حتى دي بيساعدك انت ايه يلا جوزي. ممكن اخد نص واحدة منه؟ نص واحدة. هو خد نحسب درجة واحدة بس، انت 2 زي ما انت وهو 4. الحمد لله. طيب سؤال فيزيكس بس سؤال سهل يعني. ماشي عامة السؤال عام. ايوه من هو مكتشف قانون الحث الكهرومغناطيسي؟ ما كان انجلش. فاراداي صح. كان خلاص يا عم هنلغي السؤال ده. الكترومagnetic اندكشن فاراداي. طب سؤال رخم بقى، عاصمة نيجيريا؟ نيجيريا. لسه كنت بقول لهم مدينة من نيجيريا. عربي يعني. مدينة من نيجيريا. لو قلنا في ثالثة اعدادي هقول لكم اختيارات. عاصمة نيجيريا لاجوس، ابوجا، اكرا، نيروبي. ابوجا صح. ايوه يا حسن 2-2-4 الحمد لله. طيب سؤال كمان. عايز حد يقول لي كلمة بتبدأ وتنتهي بنفس الحرف. في كذا كلمة. لا اصلا كتير جدا. عربي ولا انجلش ولا ايه؟ اعرف. توت سوس صح برافو. توت سوس سين هل سوس وسين. مثلا؟ ماشي. حد عارف كلمة تانية؟ زلزال. اولها زي ولا ممكن نعكسها تديها عايز اقولها نفس الحرف واخرها نفس الحرف كده. نقطة في نقطة لاحمد. نون تنفع. ايه نون ده؟ نون واو نون. يا عم موقع نون. بس انا كان قصدي حد يقول باب مثلا حاجه كده يعني. ماشي ما علينا. عامة كده في نقطة كل واحد فيه. الحمد لله. كده انت كام؟ 5-3-3. 5-3-3 قشطة ماشي. قربنا. سوس ما تمشيش؟ لا مش هينفع نصين في سؤال. خلاص بقى يا احمد انت طماع قوي جدا. طب العملة بتاعت سويسرا؟ فرانك. جدع يعرف فرانك صح. يا ابني بقى ارحمني. لو ضربته تاني لو قدام كاميرا. طيب ايه هي لغة البرازيل؟ البرتغالي. ايه اللي قلته ده؟ برتغالي صح؟ انت بتسأل ولا مش ايوه بقول صح. ايوه بفكر غريب بس 6 كام؟ 6-4-3. 3 انا اسف. طيب سؤال بيولوجي. محدش في كام فقرة في رقبة الإنسان؟ لا مع نفسك بقى. أديك اختيارات طيب؟ مش هنهبط. أقول لك لا هي أقل من 10. ماشي قول تشوز. لا خلاص أقل من 10 بقى. 8 7 صح. بيولوجي ده الله أكبر عليه ده. كلمة حسين. سؤال جامد بقى. في كام عقلة في أصابع القدم؟ 1. قول اقل ولا اكتر ولا قول رينج. لا مش رينج هي سهلة 10. لا استنى عدو. 20. لا مش في الرجل الواحدة أو الاثنين. أنت هقول لك 9 في الرجل الواحدة. انت حسبتها ازاي؟ مش ممكن اعرف. صح يعني ولا صح؟ لا غلط طبعا. عمال اعمل بصابعي كده. عملت 9 مرات مثلا. بس الصباع كبير 3. في اللي احسبوا مع نفسك. اقل من 10 لا مش اقل من 10 اكتر من 10 بصراحه.
1 2 14 عجبني. مش عارف جابها ازاي ما شاء في الله. الحته اللي هي اللي قدامي دي. لا ما تالفش بس لا والله بجد قعدهم لي الصباع الكبير الوحيد هو اللي فيه عقلتين، الباقيين كلهم 3 صغيرين. ايه ده الصباع الصغير في ايه ده؟ تخيل بص كل واحد صغير، الصباع الكبير الوحيد اللي فيه 2 بس. ان شاء الله. ماشي انت كده كام 7؟ لا 6 6 4 4 6 4 4 ماشي. طب سؤال كمان. فاكهه نصها الاول حادق بس كلها مسكره. نص صحن بطيخ ولا ايه؟ بطيخه ازاي؟ البط حادق حاجة مشهورة في مصر. تصدق تنفع؟ بطيخه نصها حادق. نص حادق. بط يعتبر حاجه حادقه. وايه التيخة بس دي؟ انا ممكن اعمل برتقال عادي. اسمع لي خلاص حاجه ثانيه. فاكهه نصها الاول حادق بس كلها على بعضها مسكره. ايه ده؟ حاجة طب مشهورة هنا ولا بره؟ لا دي حاجه بناكلها عادي بس بتظهر فتره قصيره وتختفي بسرعه. برتقال ولا ايه؟ لا المشمش مش حادق وهي على بعضها مسكره. مش انت تقلش ده مش والله ده العظيم. قلش لا ده قلش. والله يا ابدا. ماشي. طيب طب سؤال برضو تاني، هل الراجل ينفع يتجوز اخت ارملته؟ لا تاني لا. هل الراجل ينفع يتجوز اخت ارملته؟ لا. ليه؟ حرام يعني؟ هو حرام. ماشي. حد عارف الاجابه؟ ما هي لا ما ينفعش 2 اسم. اخاف حرام محلل. هو ازاي اصلا يتجوز ارملته وهو صح انت فكرت ازاي صح. اصلا هيتجوز ما ارملته معناه ان هو مات. أيوة. هيتجوز ازاي؟ أنا عملت صح كده. هي بس دي. أنا- برافو صح. جمعت ما ارملته معناه ان ارمله هو دي اللي مات. يعني جوزها مات. فهو يتجوز اختها ازاي؟ وعايز اقول لك على حاجه، لو واحد متجوز واحده وهي ماتت ينفع يتجوز اختها عادي مش تبقى عادي. خليتني حرم محلل. استغفر الله. السؤال ده يتجوز اصلا ازاي مش أولى. اولى انت متخيل؟ طيب هو كده تقريبا 6 5 4 صح. طب ده السؤال الاخير بقى ونقفل على كده. هجيب في رقم، هو سؤال سهل يعني، رقم لو ضربته في نفسه وضفت له 5 يديك 30. 5 بجاوب بسرعه قوي ما شاء الله. 5 صح طب ما جبت معاك كده. ده لا ماشي. بس كده عامه تمام. بس والله بجد انتوا مش عارفين الحلقه دي عندي سبب قد ايه. السبب الرئيسي ان انا اعمل الحلقه دي مش بس عشان ان انا اكرمكم او ان انتوا تفيدوا الناس، والله العظيم السبب الرئيسي بالنسبه لي ان انا اعمل ذكرى حلوه معاكم تفضل موجوده بعد سنه 2 3 4 10 اتفرج على الحلقه دي. لما حد فيكم مثلا بقى ناجح جدا في المستقبل وحد بقى خلاص بقى حاجه جامده جدا، ابقى عارف يوم من الايام ده كان عندي، ده كان فاهم في بينا ذكرى حلوه اذلك بيها مثلا كده يعني فاهم. فوالله بجد الحلقه دي بالنسبه لي اعملها والله العظيم عشان تكون ذكرى اكتر من اي حاجه ثانيه. وانبسطت جدا جدا ان انا قعدت معاكم. انا مش عارف دي هتبقى اخر مره، لا بس ان شاء الله مش اخر مره يعني. انا قاعد معاك اسيستنت ما تخافش هروح فين. استنوني اسيستنت 2026 اطلع عينيكم. طيب اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. ناجح يرفع ايده يغني في عيننا وعينه، ناجح يرفع ايده يغني في عيننا وعينه، ويقول ونقول دايما ناجحين على طول، دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما